السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة عندنا حلقة دردشة كده خفيفة، هنتكلم فيها عن الدوري المصري واللي بيحصل فيه والولعة اللي شغالة فيه، وإن مين ممكن ياخد الدوري ومين الأقرب للدوري. هنتكلم عن كل حاجة دلوقتي. جاهز مشروبك المفضل ويلا بينا، عندنا حلقة لوز اللوز. نبدأ ترتيب الدوري المصري. نادي الزمالك الأول ب37 نقطة، تحتيه بيراميدز ب37 نقطة برضو، تحتيه الأهلي ب36، وتحتيه سيراميكا ب36. دوري مشتعل زي ما انتوا شايفين، فيه كل حاجة، محدش عارف مين ممكن ياخد الدوري. وأنا بحب الدوريات اللي زي كده. ليه؟ انت لغاية فاهم يعني لغاية آخر ثانية انت مش عارف ممكن ياخد الدوري بتاع. الماتش الجاي بقى الزمالك وبيراميدز، في حماس، فاهمني؟ مين ممكن يكسب، فاهمني؟ طب كله لمصلحة الأهلي، فاهم؟ كسبوا خسروا اتعادلوا، كل ده لمصلحة النادي الأهلي، فاهمني؟ لو اتعادلوا هتبقى مصلحة الأهلي أكتر، لأن الأهلي لو كسب عنده ماتش يوم السبت الجاي الساعة 9:30 مع زد. لو كسب هيبقى في الصدارة لغاية ماتش الزمالك وبيراميدز لما يتلعب يوم الأحد، فاهمني؟ فده كده هيحط ضغوطات على الفريقين، فاهمني؟ في حالة التعادل الأهلي هيفضل ايه؟ هيفضل في الصدارة. وفي حالة مكسب أي فريق هيبقى التاني، وهيبقى لسه ناقص الدور التاني كله، فاهمني؟ فدوري حلو. أنا مبسوط إن الدوري بقى كده هوت، فاهمني؟ يا رب يفضل كده هوت. وحلو إن سيراميكا دخلت في اللعبة وداخلة بتناوش وبتحاول تعمل حاجة مع الفرق الكبيرة، اللي هو أهلي وزمالك وبيراميدز، بتحاول ترخم عليهم. حلو. في الاهلي في مشاكل فنيه كتيره قوي، فاهمني؟ بسبب تروب يا جدعان. لا يصلح للنادي الاهلي، بكل امانه بكل امانه. مدرب فقير جدا فقير جدا فنيا، فاهمني؟ مفيش حاجه. يعني برضو الماتش اللي فات لعب بن شرقي يمين. طب يا عم انت ليه؟ هو عشان العرضيه اللي بيعملها؟ طب ما انت اصلا انت ما عندكش راس حربه. كموش ده مش راس حربه، ده سباك مش راس حربه، فاهمني؟ ما بيلعبش كوره، فاهمني؟ فالواحد كان متفائل بيه انه هيجي ويعمل حاجه مع النادي الاهلي وبتاع، فاهمني؟ هنا عكس كده خالص. مروان عثمان بيحاول شويه، فاهمني؟ بس برضه مش راس حربة. فانت بتحط ناحية اليمين عشان يعمل العرضية. يا عم مش ظابطة، فاهمني؟ مش ظابطة، فاهمني؟ وغير كده هوت ان هو بيقوم برضه معتمد على طاهر ومنزل طاهر. يا عم طب ما انت عندك حسين الشحات، ليه بتنزل طاهر؟ انت ليه متمسك بيه كده هوت، فاهمني؟ هي ديت الفكرة. يعني الماتش اللي فات لما عكس من بن شرقي من شرقي وحط امام عاشور مكانه صانع العاب، وخرج من رمضان ونزل طاهر الناحية التانية، بان شويه ان بن شرقي عنده حاجه ناحيه الشمال، لان ده مكانه، فاهمني؟ ده مكانه. ان هو برضو كده، وانه بيلعب ب2-6 زي مروان وديانج، فاهمني؟ يا عم ليه بتلعب ب2-6؟ طب ما تخلي مروان، فاهمني؟ وتلعب بامام عاشور من رمضان قدام، هتفرق معاك قدام. انت عايز تكسب، فاهمني؟ انت عايز تكسب. وبرضه في الدفاع لولا اصابه ياسين مرعي، ربنا يقومه بالسلامه، انت مش راضي تنزل هادي رياض. يا عم الراجل كويس، شوفه، فاهمني؟ بيلعب لي ماشي كويس الحمد لله، بس هو مدرب بصراحة فقير جدا فنيا، فاهمني؟ احنا ما علينا دلوقتي ان احنا ندعم اللعيبة، فاهمني؟ اللعيبة تشد حيلها، دوري صعب. لازم يشدوا حيلهم، لازم يحاولوا يعني كل لعيب يطلع 200% من عنده، فاهمني؟ انا بحب الدوريات اللي زي كده. عمرنا طبعا ما هننسى دوري 2019 واللي حصل فيه، وكان فيه اكتر من كده. هو الاهلي كان الاخير، وفي ناس كانوا بيحفلوا من نادي الزمالك، وجمهوره كان بيحفل ان هو خد الدوري، في الاخر خالص اتفاجئ ان الاهلي هو اللي خد الدوري، فاهمني؟ فلسه الدوري في الملعب والدوري في ايدينا، وماتش بيراميدز فيه كلام كتير جدا. لازم لعيبه النادي الاهلي تشد حيلها الماتش الجايه، ولازم اي ماتش تلعبه كأنه نهائي وتكسبه، فاهمني؟ يعني تروب هو فقير جدا زي ما قلت لكم فنيا. هو ما عندوش الا مثلث واحد بس اللي يقوم ديانج داخل داخل الصندوق، فاهمني؟ واسمه دوت المثلث اللي هو بين شرقي وهاني وديانج بس، واتفقس، فاهمني؟ يعني خلاص الفرق فقسته، فاهمني؟ فلازم يحاول يجدد، واللعيبه تسترجل في الملعب، حتى لو مش هيبقى فيه فنيات من تروب، اللعيبه تسترجل ان هم ياخدوا الدوري. اتكلم شويه عن نادي الزمالك يعني. بصراحه انا كل امانه شابوه ليهم. اللي بيحصل في النادي دوت، ومشاكل هنا وايقاف كده هنا، فاهم؟ ومشاكل من اللعيبه، واللي شيكو بنزا بيعملوا في اوضه اللبس، فاهمني؟ وخناقات وكده هوت. ان اللعيبه قادره تقف على رجليها وقادرين يعملوا حاجه حتى باقل الامكانيات. لا شابوه جدا، فاهمني؟ وشابوه جدا ل اسمه ده لاستاذ معتمد جمال.
يعني شابوه جدا جدا جدا. قدر فاهم يزرع فيهم اللي احنا نقدر نكسب ونقدر نعمل حاجه وبتاع، فاهمني. هو واقعيا هما كده كده الزمالك هيقع، يعني عاجلا ام اجلا هيقع، فاهمني. بس كويس ان هو هيقدر يحجز مكان في افريقيا، فاهمني. معلش الناس ده واقف عليه 11 ولا 12 ولا 10 ايقاف كده، فاهمني. يعني انك قادر تعمل كده هوت وقادر تطلع حاجه من اللعيبه، لا مدرب كويس جدا. ولو نادي الزمالك مشاه يبقى اكبر غلط هيعمله، فاهمني. لان المدرب ده ما يمشيش، فاهمني. مدرب عامل لك بصراحه من الفسيخ شربات، فاهم. قادر يطلع حاجه من اللعيبه. إيه يعني، اللعيبه متحمسه كل ماتش اسمه دوت يجيبوا جون يروحوا يحتفلوا مع الجمهور وبتاع، عايشين الحاله عايشين الجو. تحس النادي الاهلي الحته دي ماتت فيه، فاهمني. حته يعني النادي الاهلي كان ملك في الحته دي، والجمهور بتاعه وكان بيدغدغ الدنيا زي ما انتوا عارفين، فاهمني. ان الحته دي اتنقلت نادي الزمالك، ونادي الزمالك هو اللي بيقدر يعمل كده دلوقتي، وحماس وبتاع، فاهمني. ده مدي اللعيبه حماس ومخلي اللعيبه كويسه جدا. ناصر منسي عاجبني جدا جدا، عامل شغل كويس جدا. عبد الله السعيد عاجبني جدا. وعايز اتكلم عن حاجه بصراحه، الاعلام في حوار امام عاشور فلقنا بقى. كل شويه كل يوم نصحى امام عاشور اتدرب، امام عاشور عمل، امام عاشور سوى. يا عم ماشي، طالما انت بتتكلم عن المشاكل ماشي تمام. طب ما عبد الله السعيد ما هو بيخرج يزعق كل ماتش، ليه محدش بيتكلم؟ شيكو بنزا والمشاكل اللي بيعملها في اوضه اللبس، انت ليه مش بتتكلم عليها؟ هتقول لي اصل هم عندهم مشاكل. يا عم طب ماشي، طب ما انت، طب ما الاهلي لم حوار امام عاشور، انت ليه عايز تفتح المشكله وليه عايز تزود الحوار؟ الحوار خلاص اتقفل، فاهمني. اتقفل خلاص، فاهمني. اللعيب بيلعب في الماتش كويس وحش كده كده، فاهم. خلاص ما بقاش فارق معانا، فاهمني. انت ليه بقى تتكلمش برضو على حوار عبد الله ان هو بيطلع يزعق وبيطلع يعمل؟ ليه مش بتتكلم على شيكو بنزا والمشاكل اللي بيعملها؟ فدي حوار غريب جدا. الاعلام ساكت، الاعلام ما بيتكلمش خالص عن المشاكل اللي بتحصل هناك، فاهمني. هتقول اصلا هم عندهم مشاكل. طب يا عم، طب ما انا عندي مشاكل فنيه، ما تتكلمش عني طالما انت هتمشيها كده، فاهمني. اه حوار غريب جدا، فاهمني. نادي بيراميدز ماشي بخطوه ثابته، خطوه ثابته، ساكت، فاهمني. ولا بيتكلم ولا بيطلع يقول زي الدوريات اللي فاتت ولا بتاع ولا مش عارف ايه. المعلم ساكت عمال يكسب في صمت، فاهمني. وده خطر على برضو الدوري المصري، ليه ممكن ياخد اول دوري ليه، فاهمني. ما هو لو كسب كسب الزمالك هيبقى اول والاهلي تاني، ممكن طول الدور التاني يفضل يكسب. هو معلش تيم بيراميدز دلوقتي مش سهل. تيم بيراميدز دلوقتي جامد جدا، والمدرب برضه عامل لهم حاله وعامل لهم، فاهم، عامل لهم يعني ليله برضه في الفريق، فاهمني. وخليهم برضه عايشين اللحظه وعايشين الجو والدوري بتاعنا وبتاع. وهتشوفهم في ماتش الزمالك. معلش انت لو جيت قلت لي مين اللي هيكسب في ماتش الزمالك وبيراميدز، هي تميل يعني 60-40 لبيراميدز، تمام. مش تقليلا من نادي الزمالك خالص والله، بس انت تشوف النادي ده استقرار، فاهمني. واللعيبه عنده فنيات اعلى ومدرب اعلى، فاهمني. بس ممكن بيروح وحماس وجماهير نادي الزمالك ممكن يكسبوا، فاهمني. مع اني انا اتوقع اصلا ان هما ممكن يتعادلوا، فاهمني. مش عشان اهلاوي والله واني نفسي الاهلي ياخد الدوري، بس واقعيا ده هينزل مقفل وده هينزل مقفل وكله هيبقى قلقان يجي في جون. ممكن 90 دقيقة تعدي هوا ويتعادلوا، فاهمني. تعادلوا 1-1 0-0 ممكن، فاهمني. فان هم داخلين في اللعبه نادي بيراميدز برضه دوري مش سهل خالص. وسيراميكا برضه داخل في اللعبه، ممكن لا قدر الله الاهلي يتعثر، فاهمني. او بيراميدز او الزمالك، ممكن اي حد فيهم يتعثر. ولو سيراميكا كسب هيركب تاني، فاهمني. دوري صعب وانا بحب الدوريات اللي زي كده. دوريات بيبقى لها طعم ولها معنى، فاهمني. بيبقى فيه حماس زي ما انتم شايفين، فاهمني. هنشوف الفترة الجاية هيحصل ايه. انا متحمس جدا للجولة الجاية دي، هيتغير فيها حاجات كتير جدا جدا جدا. وان شاء الله الاهلي يرجع لمكانه الطبيعي، وان شاء الله الدوري اهلاوي، وان شاء الله الاهلي ياخد الدوري مع اللعيبة ان هي تشد حيلها. واحنا داعمين ليكم يا جدعان، داعمين ليكم كل حاجة، فاهمني. ولا ننتقد ولا نعمل اي حاجة، فاهمني. انت شد حيلك بس في الملعب. انت بتعرف النادي الاهلي نادي كبير، ان شاء الله هتاخدوا الدوري. شد حيلكم، الدوري في الملعب، فاهمني. ايا كان مين اللي هيكسب، الزمالك او بيراميدز، كده كده لسه في دور تاني ممكن نقابلهم. فانت في ايدك، فاهمني. يعني الدوري في ايدك، الدوري مش بعيد، مش مستحيل زي 2019، فاهمني. ده الدوري في ايدك واسهل، فاهمني. انت ان شاء الله
نتيجة يوم الأحد إن شاء الله هتخدمنا. أنت ما عليك إن اللعيبة يشدوا حيلهم ويكسبوا كل الماتشات الجاية، والتروب يركز شوية يركز شوية. يعني هو عاجلا أم آجلا الراجل ده هيمشي فاهمني، بس يعني يعمل حاجة كويسة قبل ما يمشي فاهمني، واللعيبة تشد حيلها إن شاء الله. يعني دوري أهلاوي والدوري في الجزيرة إن شاء الله، وهنشوف الفترة الجاية هيحصل إيه. كده تبقى انتهت الحلقة، ولو عجبتك متنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عجبتك رن الجرس عشان تشوفنا على طول. سلام.